لعشاق الوصفات السهلة والبسيطة واللي تجي بزاف بنينة، ركزوا لي البنات على البنة. جبت لكم حبيباتي اليوم هذا الطبق، طبق رمضاني بامتياز، بزاف بنين وبزاف رائع. السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفاتي. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. ما ننساش نرحب بالمشتركات أجدد ونقول لكم حبيباتي الدار داركم وانا راني غير ضيفة عندكم. وما ننساش نرحب بالمشتركات القدام اللي راهم في قناتي ونقول لكم مرحبا بكم، وانتوما راكم أغلى حاجة عندي وأغلى حاجة في قلبي. رايحين نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. رايحين ندخلوا في الوصفة وطريقة التحضير. كما راكم تشوفوا البنات هنا في هذا الكوكوطة حطيت نص صدر نتاع الدجاج، ونفضل انه يكون بالعظم تاعو باش يعطينا بنة على بنة. ضفته في هذا الكوكوطة وضفت حبيبة نتاع البصل اللي كنت سكرفشتها، وزدت ضفت حبيبة نتاع الطماطم تكون متوسطة، يعني ماهيش كبيرة وماهيش صغيرة. كما راكم تشوفوا حبيباتي هنا راح نزيد نضيف نص مغرفه نتاع الهريسه، يعني كميه غير قليله. اللي حبت اضيف طوماطيش كونسونطري لكم الاختيار. انا نحب ديما الهريسه نحب نضيفها، ما نحبش الطماطم بزاف. هنا حبيباتي كانت عندي كميه نتاع الزيتون خضر، كنت غليته ونحيت له هذيك المروريه وضفته كما راكم تشوفوا. هنا حبيباتي الزيتون مش راح ينتكلفوا رواحكم، يعني انا هذا الكميه راني شريتها غير بقيس 10,000 فرنك وباش ندير بها هذه الوصفه. هنا رايحين نرجعوا للتوابل. انا درت كميه نتاع كمون وكميه نتاع توابل الدجاج، وزدت ضفت لها راس الحانوت، وضفت لها ثاني كميه نتاع الكركم وكميه نتاع الزنجبيل، يعني غير على راس المغرفه الصغيره. وراح نزيد نضيف لها كميه نتاع الزيت لانه الزيت ما ضفتوش في الاول. كما راكم تشوفوا البنات نخلط الخليط نتاعي كما راكم تشوفوا. وما تنساوش الملح، انا ما حبيتش ندير الملح في الاول، حتى من بعد باش نضيف كميه تاع الملح حتى نتاكد بلي هذاك الزيتون ما فيش الملح، وراح نضيف الملح. هنايا قليت الجواز نتاعي قليته بهذا الطريقه، وزدت ضفت كميه تاع الكزبره الخضراء اللي كنت قصيتها رقيقه وضفتها. هنا حبيباتي من بعد ما طاب معنا الجواز نتاعنا، شوفوا بنات اللي تحصلنا على واحد الخثاره تاع واحد لاصوص جات خاثره وبزاف بنينه. نحينا هذاك نصف صدر تاع الدجاج، يعني هذه الوصفه تقدر ديريها بصدر كامل تاع الدجاج ولا تحبي ديريها غير بنص صدر تاع الدجاج. انا كان عندي غير نصف صدر وكان يعني كبير، يعني ما شاء الله يعني ماهوش من الصغير. هنا حبيباتي نحيت له هذاك العظومه تاعو كما راكم تشوفوا البنات. وهنا بديت نفتت فيه كما راكم تشوفوا. يعني هنايا الصدر تاعي راهو سخون يغلي، زدت درت فرشيطه ثانيه باش تساعدني ان نفتت هذاك الدجاج تاعي كامل. ومن جهه حبيباتي كنت وجدت كميه مليحه نتاع البطاطا، كنت قصيتها رقيقه يعني على شكل مكعبات، وقليتها وحطيتها بجيه، يعني ما نعدتها لكمش بصح راني يعني قليتها وجدتها وحطيتها بجيه باش نضيفها في الكراتان تاعي اللي رايحه نديرو. كما راكم تشوفوا البنات هنا من بعد ما فتته كامل بهذا الشكل، راح نجيب ريسيبيو ونحط فيه كامل الخليط نتاعي باش يعني يجيني واسع ونقدر نخلط الخليط نتاعي فيه. حطيت هذيك الكميه نتاع البطاطا اللي قلت لكم عليها، وزدت ضفت هذاك الدجاج اللي فتته بهذا الطريقه. وهنا حبيباتي راح نزيد نضيف لها كميه مليحه نتاع الكزبره الخضراء. نتوما حبيتوا ديروا معدنوس لكم الاختيار، انا نحب ديما الكزبره نحسها بزاف بنينه وبزاف بزاف هايله، نحبها بزاف في الطبخ نتاعي. هنا حبيباتي زاد درت كميه مليحه نتاع الفرماج، هذا الفرماج الابيض. يعني هذا النوعيه راهي نوعيه من المليحه، يعني ماهيش تحضيره، عطانا واحد البنه الكراتان تاعنا جانا بزاف هايل. وباش نقدموا الكراتان تاعنا مش راح نقدموه هكذاك ناشف، راح نزيد نقدم معاه هذيك لاصوص اللي كنت درتها. هنا زدت نحيت كميه نتاع الزيتون وقصيتها رقيقه بهذا الشكل، وضفت الحبيبات نتاع البيض، وضفت لهم كميه نتاع يعني كميه نتاع الملح، يعني ما نكثروش الملح لانه يعني الملح راح نضيفه غير قيس هذاك البيض، لان البطاطا راهي ملحه وهذاك الدجاج يعني طاب ثاني في الملح. وثاني مثلا الفرماج ثاني راهو مالح،
يعني ما تكثروش الملح. ضفت غير رشه خفيفه برك لهذاك البيض، وكما راكم تشوفوا حبيباتي خلطتهم خلطه خفيفه. وما تنساوش الحليب، انا ضفت الحليب، واللي حبت دير كريمه الطبخ راح تكون خير وخير، يعني حتعطي لها بنه على بنه. انا ما كانتش عندي، كانت عندي غير الحليب ضفته، يعني باش يجينا هذاك البيض تاعنا يجينا خفيف وما يجيناش ثقيل في الماكله تاعو، وتجينا الوصفه خفيفه. هنا حبيباتي كنت موجده هذا السنيوه هذه تاع المول الاسطوري، وجدته درت له ورق الطهي، وكما راكم تشوفوا حطيت فيه كامل الخليط تاعي سقمته. وهنا درت لها الطبقه الاخيره فرماج رابي. اذا كان ما عندكمش ثاني تقدروا تستغناو عليه، راح تجي ثاني بزاف بنينه. عفوا البنات، من بعد ما دخلتوا الطاب هنايا، بعد ما طاب معنا راح نقسمه معاكم. هنا كنت شويه مزروبه باش نزرب يعني على جال التصوير. وانتم حبيباتي اذا درتوه ما تقسموهش يعني وهو سخون، خليوه حتى يبرد وقسموه وخرجوه من هذيك السنيوه. انا كي عاد لي سخون وزربت يعني زربت قسمته، وكما قلت لكم البنات يعني زربت نحيته من السنيوه. كانت فتت لي شويه. نتوما ما ديروش هذه الخطوه، خليوه حتى يبرد شويه ومن بعد اقسموه. هنا حبيباتي حطيته في صحن التقديم كما راكم تشوفوا، وحطيت عليه هذيك لاصوص اللي كنت خليتها معكم. يعني خليت غير كميه قليله نتاع لاصوص، يعني هذيك الكميه اللي درتها، ومع هذاك الحبيبات نتاع الزيتون كما راكم تشوفوا، باش هذاك الكراتا تاعنا ما تاكلوه يعني ما تاكلوهش ناشف، راح يجيكم ناشف. بصح كي ديروا له هاد لاصوص راح يجيكم بزاف بزاف بنين. صدقوني البنات هاد الوصفه قد ما نشكر لكم فيها يعني ما نوصفلهاش، ما نقدرش نوصفها لكم وما نقدرش نعطي لها حقها في البنه. كما راكم تشوفوا حبيباتي زينتها بهذا الطريقه بهذوك الحبيبات نتاع الزيتون اللي كنت ضفتهم من الفوقه، وهذوك شرائح نتاع القارص راح يعطيو لها بنه على بنه. من بعد اعصروهم برك على هذاك لاصوص، في هذيك لاصوص نتاع هذاك الكراتا وكلوها. صدقوني راح تجيكم بزاف بنينه. شوفوا لي البنات كيفاش جا الصحن تاعنا، جا يعني بزاف راقي وجا بزاف بنين، والبنه تاعو يا البنات ما شاء الله ما شاء الله. هذه الوصفه البنات غير خبيوها في عينيكم الرمضان ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. هذه الوصفه غير خبيوها، صدقوني راح تجيكم بزاف بنينه في شهر رمضان، بما انه حنا نديروا وصفات بزاف وراحين نكرهوا. المهم حبيباتي شوفوا من بعد ما قصبت لكم يعني شويه من هذاك الكراتا كيفاه جا بنين وبزاف هايل. نقول لكم حبيباتي فرجه ممتعه.